السلام عليكم. مني درت هذاك الفيديو اللي كنذكر بانني تبرأت من الاغاني ديالي وبانني بدلت حياتي وكنشتغل بالتجاره. الاغلبيه ديال تعاليق طيبه وكلام جميل من قلوب طيبه، يعني كل اناء ينضح بما فيه. الانسان اذا كان طيب كيخرج من الفم ديالو كلام طيب وكلام جميل ودعوات. لكن كاين بعض الناس اللي كيقول لك اودي انت كدير الاشهار للتجاره ديالك، وانا كنأكد لك بانني كندير اشهار للتجاره ديالي. الحمد لله كندير اشهار العمل حلال وتجاره حلال ومنتوجات حلال، ما كنديرش اشهار الاغاني. بالعكس الاغاني كنذكر بانني تبرأت منها وبانني لا يشرفني ان نكون مشهور بها او عامل ترند او شي حاجه هكا. هذا الشيء انا ابرأ الى الله منه. بعض الناس تيقول لك ودير الاغاني والموسيقى ماشي حرام، اللي تيحلل وتيحرم هو الله سبحانه وتعالى، ماشي حنا اللي كنحرموا. ماشي حنا انا فقت مع الصباح بان لي هذه قلت لا هذه حرام غادي، الله سبحانه وتعالى اللي تيحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالحاجه الى حرم الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا. الشيء نفضل انني نوقع في الذنب مع علمي انه ذنب وانه معصيه وندم عليه ونستغفر ونرجع الله سبحانه وتعالى، على انني ندير الذنب ونقول لا راه ما فيها والو، راه ما بحال دابا مثلا انسان كيولي يعبد هواه، ما كيبقاش يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد هواه. قال الله سبحانه وتعالى افرايت من اتخذ الهه هواه. فهمتي؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الانسان ملي كيتبع الهوى ديالو واللي بغات النفس ديالو يضل صافي، كيولي ايغاغي. ماشي حيت انا واحد الحاجه بانت ليا ما فيها والو راه حلال، ما يمكنش. راه لو كان نجيو بحال هكا ما يبقاش الحرام، غيولي كلشي حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير اللي هو محرم على الرجال والخمر والمعازف. الاستحلال بمعنى ان واحد الحاجه كانت حرام واستحلوها، وهادشي اللي كنشوفوا حاليا كنشوفوه راي العين. كاين دابا اللي كيقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه وطاعته، والحمد لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه رساله مني لاخواني من الناس، يعني اي واحد خدام شي عمل حرام توب الى الله سبحانه وتعالى وسترى عوض الله. غتشوف العوض اللي غيعوضك الله احسن من ذاك الحرام اللي كنتي خدام فيه، وديك الحياه اللي كلها حرام وحياه كلها سهر وكباريات واختلاط ومجون وفجور. كل شيء داك الشيء غادي يعوضك الله سبحانه وتعالى عنه خيرا، لا في المال ديالك ولا في الصحه ديالك ولا في الحياه ديالك. هذا يعني شيء بسيط من الثواب المعجل في الدنيا. اما ما يدخره الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح في الاخره فراه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسال الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويهدينا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وانا خصيم اي واحد نشر هذيك الاغاني باش يدير بها الترند ولا شي، انا خصيمه امام الله يوم القيامه. والسلام.